اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. بصوا يا حبايبي، النهارده كده هنعمل روتين خفيف كده، يعني خفيف كده بصراحة، وظريف ولطيف وكل حاجة حلوة. بس طبعا وانتوا كده بتتفرجوا معايا على الروتين، انا كان في كلمتين بصراحة كده عايزة اتكلمهم معاكم بخصوص جبس مصر وام مسلم يا جماعة. على فكرة الكلام اللي انا هتكلمه معاكم ده بجد، ربنا يشهد على كل كلمة انا هتكلمها معاكم. بجد الناس ديت صدف كلامها، لان حرفيا كل اللي حصل معاهم حصل معايا. وكلامه النهاردة لما جه وعمل فيديو بيتكلم فيه عن المرحلة اللي ابنه عدى بيها، يعني في التعب بتاعه، وازاي هي ولدت، ومن اول ما ولدت ايه اللي حصل لابنه، وراح ازاي وجرى بيه فين وعمل ايه. ده كله حصل فعلا معايا، لان انا جبت توأم بنات، والحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. ربنا عطاني لمار ولميس، بس للاسف لميس عند ربنا زي ما انتوا عارفين. وفعلا كلامه انا واحده من الناس ما كنتش مصدقاه، بس لما حكى عن التفاصيل اللي هي من ساعه ابنه ما اتولد تعبان لحد ما راح الحضانه وتوفى يعني في الحضانه وكده. حرفيا يا جماعه ده اللي حصل مع بنتي. فطبعا مش هيروح كمان، مش هيروح يأجر طفل ويقول عليه ان هو ابنه، ويروح برضو يسأل هو الطفل اللي هيموت ازاي، وايه التفاصيل اللي هو هيموت بيها، يعني هيموت ايه الموتة اللي هيموتها، ويدخل في تفاصيل نقل دم، ويدخل في تفاصيل حاجات ياما كده، يعني ايه بتحصل مع الأطفال ونقص أكسجين والحاجات دي كلها. هيعرفها ازاي هو؟ يعني هيعرفها ازاي؟ وبعدين يا جماعة احنا برضو يكون في قلبنا شوية رحمة، لان دي يعني دول ناس احنا المفروض نعزيهم، المفروض نبقى واقفين جنبهم، مش ناكلوا في لحم بعض كده، ما ينفعش. ماشي، هما مثلا غلطوا في بعض، طلعوا شهروا ببعض. اول حاجة قال ان هو طلع مراته، وهو ممكن ما يكونش طلعها مثلا عشان الشهرة وعشان الفلوس. طلع برضو قال ان هي حامل في مخدة. طلع اتكلم زي الناس ما بتقول على ام زياد، وقال ان هي ما ماتتش. كل ده يا جماعه ما يبررش ان هو برضو انسان، وبرضو هتقولوا مثلا هو ليه ما هو ما حسش مثلا بالحرقه اللي كانوا حاسين بها اهل ام زياد. معلش، كلنا خطائين وكلنا بنخطئ وكلنا بنغلط، تمام. وبعدين ان ربنا مثلا يديله طفل صغير وياخده مثلا ديت حاجة ربنا ادهلنا وخدها منا امانة، والحمد لله نحمد ربنا ان هو ساب لنا ايه برضو حاجة. هو يعني ربنا اسمة الحق، يعني عطانا احنا اللي هو عايزه، وخد اللي هو برضو عايزه. فمش معنى كده ان هو عشان اتكلم على ام زياد، او ان هو مثلا عمل كده يبقى ده لا، ده بالعكس، ده يمكن عامل حاجة كويسة في دنيته، واحنا يمكن هو من جواه انسان طيب وانسان كويس. في ناس يا جماعة لما بتزعل بتطلع عن شعورها وبتعمل حاجات، يعني هي بترجع بعد كده بتندم عليها اصلا. الناس لما بتزعل يعني يعني ممكن تتحول تبقى بني ادم تاني خالص، بني ادم غير اللي احنا نعرفه. هو ممكن علشان الشهرة وعشان الكلام دوت يعمل كده، بس هو من جواه وممكن يكون انسان طيب. ممكن ربنا يكون خد الطفل ده عشان مثلا يخفف عنه، او هو مثلا ربنا حابب ان هو يدخله الجنة، يكون وسيط لان هو يدخله الجنة ابنه ده، ماشي، يشفع له يوم القيامة. فاحنا المفروض نبقى ايه، نعزيه ونقف جنبه، مش نتكلم عليه. حرام يا جماعة، الضرب في الميت حرام. هو طالع بيضحك وفرحان ومبسوط ويقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ربنا عطاني هدية عريسين، وخد واحد منهم وعطاني عطاني مثلا اللي هو عايزه، وخد اللي هو عايزه. هو يعتبر الغلطة الوحيدة اللي هو غلطها برضو أول ما مراته ولدت، المفروض ما كانش يا جماعة. ده هو أصلا يعني التوأم ده بيبقى محسود في بطن أمه حتى من قبل ما ما تعرفي إن كان صبيان أو بنات، أي حاجة، بنات صبيان بنت ولا، كل ده هو بيبقى محسود أصلا من هو في بطنها. مجرد ما انت بتعلني بقى وتقولي ده أنا في بطني توأم، خلاص. في ناس يا جماعة ربنا يعني ما أردش، يعني ما عطاهمش. في ناس نفسها في ضفر عيل صغير، وفي ناس عندها بنات ونفسها في صبيان.
يعني برضو كلنا برضو بني ادمين ماشي، ما كانش ليه ان هو يطلع الاطفال دي ويعملها عرضة كده للناس، يعني داري على شمعتك يعني تقيد وكده. وبعدين اصلا ربنا ما مالش كده، ربنا يعني حتى يعني حتى احنا طول عمرنا المفروض يعني احنا نبقى عاملين زي ايه، حد كده ربنا عطاله نعمة، هو فأما بنعمة ربك فحدث ماشي، بس هو ما ربنا عطاك نعمة داري على شمعتك ماشي. ربنا قال لك ايه، اقضي حوائجكم في الكتمان. يعني ممكن انت ما عادي، هو نصيبه، هو نصيبه كان لازم هيموت لان ده مكتوب. انا بنتي ماتت بعد 5 ايام من ولادتها بنفس التعب اللي عند ابني جبس مصر. فده اللي خلاني يا جماعة اتكلم في الموضوع ده. هو الفيديو بتاعي روتين ملوش علاقة بالكلام ده، بس انا والله حزينة بجد ومن ساعة ما عرفت الطفل ده مات وانا تعبانة نفسيا. واول ما شفت صورته مع ابنه، انا يا جماعة كنت مفكرة اللي هو منزل ابنه كده يعني مثلا بيتكلم عن السبوع ولا حاجة، بس انا للأسف لقيته منزله وكاتب قدر الله ما شاء فعل. يعني هو الطفل مات فعلا وابنه. وبعدين يا جماعة هاتوا صورة التوأم، الاتنين توأم اللي هما متشابه دوت، يعني مش اللي هما غير متماثلين زي بناتي دولت، شبه بعض بس واحد يعني ضعيف وواحد كويس ماشي. ربنا يصبر امه ويلهمها يعني الصبر والسلوان ويربط على قلبها. والمفروض احنا نعزيهم، مش نطلع ناكل في لحم بعض. اول ما الطفل مات، لا ده مش ابنه، لا ده هو مأجره. طب هو مأجره منين؟ يعني مين اللي هترضى معلش تبقى لسه دي واحدة معلش بقى تبقى ايه مع الطفل دوت يعني يعني مثلا جايباه. يعني انا مش عايزة نتكلم، يعني ما ينفعش تكون لسه والدة زي الناس ما بتقول ده معاه حد في المستشفى لسه والد، لسه مثلا واحدة والدة والكلام ده، وتدي طفلها كده الواحد يبشر عليه خدت 10 تلاف، خدت 20 ألف، الكلام اللي الناس بتتكلمه ده. يعني هي مش خايفة على طفلها؟ طب بلاش هي خايفة على طفلها، هو مش خايف الطفل اللي هو جايبه اللي هو ابنه، اللي هو ابنه لما ياخد طفل تاني من واحدة والدة وعطيها فلوس ان ابنه هو اللي لا قدر الله يموت؟ والله يا جماعة بجد يعني الراجل طلع وحكى كلام كلام طبي، كلام في الطب وكلام في الدكتور هو اللي متكلمه، هو ما يعرفش حاجة عن الكلام ده. هو نفس اللي حصل مع بنتي حرفيا، نقص اكسجين. كانت برضو زي الولد ده برضو جات لها سخونية والصفرة كانت عالية وقلبها كان متأثر، وطلعت بيها بالليل زيه وابوها طلع بيها بالليل وبرضو يعني اتوفت في الحضانة وسابوها ساعة عشان ينقلوا وسابوها ساعة عشان يعني يتأكدوا ان هي ما يعني ميتة على الجهاز ونقل الدم ما قبلتش اي دم. تمام، وانا رحت لها برضه عشان ارضعها والكلام ده كله، كل اللي هو حكاه حرفيا بجد بيحصل وحصل. تمام، يعني مش هيجي واحد مثلا يأجر طفل صغير يعني فين الرحمة؟ فين ان هو بني آدم؟ فين الآدمية اللي فيه؟ يعني مش ممكن يا جماعة بجد. هو عشان طالع مثلا يضحك؟ لا ده هو عنده صبر، واحنا ما نعرفوش هو لما بيبقى قاعد مثلا مع نفسه او مع مراته ربنا يصبرها بيبقى شكله ايه، هو بيبقى شكله ايه ما احناش عارفين. انا والله اقسم بالله يعني المفروض بناتي مولودين 1/9، انا اليوم ده هيبقى اصعب يوم في حياتي، اصعب يوم في حياتي هيمر عليا. انا ما عملتش اسبوع ولا هعمل عيد ميلاد ولا اي حاجه، مش عشان حاجه، بس عشان بنتي دي كانت غاليه عندي، والضنا غالي يا جماعه، والله الضنا غالي. وبعدين اللي بيقول لك ده هي ما كانتش حامل وراحت المستشفى، هو في حامل بتمشي كده يا جماعه؟ في ناس بتاخد علاجات، وفي ناس ربنا يعني معلش يعني بتاخد حاجات يعني ايه بتخليها تعرف تمشي. ما تبصيش لي في مش كل الدكاترة برضو تمام. هي كانت حامل وداخلة قدامنا كلنا تولد وماشية مع امها، يعني امها حتى ست كبيرة هتكذب؟ امها كدابة مثلا هتعمل معاهم الفيلم ده ليه؟ يعني ايه اللي هيخلي ست كبيرة زي امها دي مثلا تشترك معاهم في حاجة زي واخدة فلوس رخرة؟
يعني مش الكلام برضو حرام، احنا نتقي ربنا في الناس ودايما نحسن الظن بالناس. ويا عالم هم عاملين ايه دلوقتي وايه ظروفهم، يعني ده طفل صغير، يعني تخيلوا كده نزل من بطن امه شافته وعشرته 7 ايام. ممكن حد يقولك 7 ايام ايه ده شباب بيموتوا، والله كله مساوي بعضه، والله يا جماعة الفراق ما في كبير ولا صغير. الكبير زي الصغير، انت ممكن تموت عندك قطة في البيت، ولا يموت عندك كتكوت بس تزعلي عليه وتحزني عليه. ممكن واحد جارك حد في الشارع كده ممكن تعيطي وتبقي حزينة وبتفتكري له حاجات الطفل الصغير زي الكبير، بس الفرق ان هو ده عصفور في الجنة، ده عصفور الجنة. دول عصافير في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وستنا سارة بيقروا قرآن مستنيينا يشفعونا يوم القيامة. هيمشونا كده بصي، يعني يعني تخيلي نفسك كده، جايز هو عامل حاجة كويسة، جايز هو كويس ومراته كويسة، بس احنا ما نعرفوش. هما الفلوس ساعات بتلهي البني آدم، بتخلي البني آدم يعني يعمل أي حاجة. تمام، فاحنا ندعي لهم بالصبر كده، وربنا يصبرهم ويصبر أي أم ضناها مات، ويصبرنا كلنا. يلا ندخل في الفيديو بتاعنا باش انا طولت عليكم في الكلام. هنا انا بقول لكم احنا قاعدين في الصاله اهو، الدنيا متبهدله والله العظيم. اليوم ده انا شفت يوم، انا في اول الفيديو بقول لكم سهل وبسيط، بس انا بصوا يا جماعه هو كان سهل وبسيط لحد بصوا لحد كده ما غسلت المشايتين. تمام. المشايات اللي انا في اول الفيديو دي، المشايات دي يا جماعه طبعا انا كان عندي نمل في الاوضه بتاعت البنات، كان ماشي على المشايتين دول. فعشان هو كان ماشي على المشايتين انا خفت انفض يجي كله على هدومي وعلى وشي لما انفضوا من البلكونه، فرشيت بودره في كل حته ورشيت عليهم. فانا الوسواس بعد ما دخلت انام برضو طلعت من اوضتي، رحت اوضتهم وخدتهم دخلتهم الحمام. قلت اغسلهم، بعدين طلعتهم من الحمام قلت هغسلهم بالليل، لا الصبح هغسلهم عشان البودره اللي فيهم دي تطلع. انا خفت على البنات اللي يتخانقوا ايه يقفلوا الباب ويتخانقوا من ريحه البودره. وسيقت الاوضه وطلعت المشيتين دول، قعدت ايه اغسلهم وكده. طبعا انا هنا يعني دي لمار اللي على رجلي، والله يا جماعه تعبانه، ادعولها، تعبانه جامد جامد يعني، بتسنن وبتاخد علاج اعصاب وكده وتعبانه. وديت سوسو بتقول لكم ازيكم يعني. بصوا انا بعد ما غسلت المشايتين انا جيت بقى كده ايه فردتهم كده على على سور البلكونه، بفرد المشايات بتاعتي والسجاد وكل حاجه بالعرض، ما بحطهاش بالطول، لان انا لما بفردها بالطول زي ما انتوا شايفين كده بالطول كده الشراشيب، الميه بتنزل على الشراشيب دي بعد ما تبقى بيضه ونضيفه، تبص تلاقيها ايه بتسمر وبتتوسخ تاني. فانا بعمل ايه دايما بحط المشايات بالعرض، والسجاد بتاعي برضو على اي سور بلكونه او السطح او اي حاجه بفرده بعد ما اغسله بالعرض، ماشي، عشان ما يضيعش تعبي على الفاضي وخلاص. تمام. هنا بعد ما فردت دي المشاية التانية هي اللي كانت مفروشة معاها برضو، كانت برضو عليها بودرة وكده وانا خفت بصراحة، حتى وانا بغسل كنت خايفة، وانا بغسلهم انا كنت خايفة بصراحة. علشان انا صدري تعبان شوية، ولما بشم اي ريحة زي كده بتعب، بلبس اصلا كمامة لما بكون برش بودرة او اي حاجة. النمل يا جماعة هارينا بمعنى الكلمة، والله النمل بصوا عندي نمل فظيع، بينزل اصلا ما تعرفيش من على السطح ولا بيجي منين اصلا النمل ده، ربنا يعافينا يا رب. هنا انا فردتهم زي ما انتوا شايفين اهوت على سور البلكونه كده بالعرض، علشان الشراشيب تتن زي الفل ونضيفه وبيضه زي ما انتوا شايفين كده. التلاجة، تعالوا بقى ندخل على التقيل. التلاجة بقى ديت يا جماعه مشكله لوحدها. انا لما لمار طبعا تعبت دخلت بقى بدوامه التعب بتاع لمار، ما اهتمتش باي حاجه، المطبخ ده كان شغلتي، يعني انا خدت المطبخ من اميره ولاني شادي شغاله، وانتوا طبعا ما تعرفوش ان انا كان معايا 6 بنات، لما ماتت لميس بقى معايا 5 بنات، مش بخمس والله ولا اي حاجه، بس انا فعلا معايا شهد واميره ورماس واسيل ولمار، وكان في لميس بس زي ما قلت لكم كده ربنا يرحمه. هنا البنات اللي هم الصغيرين رماس واسيل بيشتروا كده ايه زي لزق كده ستيكر، فطبعا بيلزقوهولي على التلاية، هم عايزين يفرحوني بس ما يعرفوش ان هم كده مش بيفرحوني. انا بزعل لما اي حاجة من دي بتتلزق على التلاجة عشان بتبوظ شكلها، وتيجي لما تشدي بقى الكياس دي من على التلاجة كده اللزقة ديت بتحسي ان هي بتسيب اثار،
فطبعا مش هينفع. فانا بعمل ايه؟ بكب عليها ميه بوشها كده، وبعد كده بغسلها بالايه، بسلك المواعين. لوليا هي القطه دي حبيبتي، القطه ديت وخدت علينا واحنا بنحبها بصراحه. هي واقفالي كده بتتفرج عليا، بتشوفني بعمل ايه. هي ورايا اصلا في كل حته، عامله زي لمار بالظبط، في كل حته ورايا. ماشي. انا كده بخلع بقى ايه، خلعت الاستيكرات دي كلها كده عشان اجهز لغسيل التلاجة. ماشي. لان انا هملت التلاجة زي ما قلت لكم، سبتها فتره طويله، يعني قعدت بتاع اسبوع ما اتغسلتش، ما غسلتهاش خالص. وطبعا اللحمه ديت حطيتها كده، نزلت دم في الفريزر كده. فايه لما انا شفت المنظر ده زعلت بجد جامد، لان طبعا اكيد الدم ده هيعمل منظر مش حلو يعني، مش مستحب يعني. هنا العلاج اهو بتاع الامار، وده غير العلاج اللي جوه. والله يعني ادعوا لها يا جماعه ربنا يشفيها. هطلع كل حاجه من التلاجة علشان ايه، اغسل التلاجة وانضفها معاكم. انا الفيديو ده يعني بصراحه يعني حاولت اعمل ايماشونات ياما عليا. انا مش عايزه حد يفهمني غلط ان انا يعني ايه معلش يعني مصدره الطرش على طول كده. مصدره لكم على طول ظهري كده واقفه كده. يعني حد يقول مثلا ان هي بتعمل كده ليه؟ اصل انا بشوف فيديوهات يا جماعه، واحده بتقعد في التلاجة ديت 3 4 ساعات يعني واقفه كده. وانا بصراحه انا نفسي ما بكملش الفيديو. ماشي. بس انا مش كده والله، انا ما اقصدش يعني مثلا ولا حاجه. بس هو انت هتغسلي التلاجة هتغسليها ازاي؟ انا كنت هعملها، كنت هعدلها كده، بس خفت اهز التلاجة عشان لما تيجي تشغلها ممكن بيقولوا تبوظ منك لما تيجي تشغليها. تمام. فهنا زي ما انتوا شايفين اهوت بقى، انا بطلع كل حاجه في التلاجة، الحاجه كلها اللي في التلاجة هطلعها عشان اغسل التلاجة كده وانضفها واخليها زي الفل واخلي ريحتها جميل. ده شربات كنت جايباه في نجاح البنات. احنا بنحب اصلا نشرب الشربات ده، جميل يعني. حتى من غير نجاح البنات وكده، من غير الافراح والحاجات دي، لما بتحطيه كده بميه ساقعه كده وتشربي في الحر ده بصراحه حلو يعني. هنا بقى ايه، بخلع الرفوف ديت كده. انا ايه، بطلع القرفف اللي هي القرفف كده كلها، هطلع الدرج. بس للاسف بقى يا جماعه، للاسف يعني الرف اللي فوق الدرج دوت انكسر مني. الرف لما انكسر انا زعلت جامد، بس طبعا كملت ايه عادي. وهنا يعني بصراحة مش هينفع اسيبها كده، لازم اعمل رف، لازم اعمل رف يعني وكده. هنا بطلع بقى حتة سلكة كده، حسيت ان ايدي هتتعور ورحت قصها بالمقص. السلك بقى كده بتاع التلاجة برفعه فوق، لان هينزل اصلا عليه ميه من غسيل التلاجة. تخلي بالك كده عشان ما تتكهربيش، لان لو نزل على الفيشه ديت ميه وجيتي حطيتيها هتكهربك على طول. فايه، فتخلي بالك كده يعني، عشان الميه ما طبعا عشان في الارض ممكن الفيشه تكهرب. تمام. احنا هنا بقى ايه، بنكمل اهو بنغسل. حطيت كلور في الميه للاسف برضو. البودرة بقى مع الكلور عملوا احلى دماغ، تعبوني تعب، صدري وجعني. بقيت يعني مش قادرة، صدري وجعني جامد، لان انا عندي زي ايه حساسية كده على صدري من حاجات معينة، الجاز، المنكير، الكلور، الاريال. وانا بفضيه في الغسالة ممكن يتعب لي صدري، اتني طول النهار صدري بيوجعني. ما كشفتش يا جماعة ولا اعرف حساسية ولا لا، بس هو ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي، صدري بيتعب. تمام. انا بدعك كده بالسلك كده اللي هو المكان بتاع البيض والليمون. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده. وبدعك جامد علشان انضف يعني. هو مجرد ما حطيت الكلور اصلا نضف التلاجة يعني على طول. ماشي. او بصوا بدعك جامد عشان هي اصلا التلاجة اصلا نظيفة، بس ايه يعني برضو ايه، اي بقعة كده ولا حاجة تطلع منها يعني مع الدعك ده يعني. تمام.
انا دلوقتي بقى ايه يعني، أنا حطيت الرفف والدرج بتاع التلاجة في الحوض بتاع المواعين، وحاطه فيه كلور وبتاع دوت بريل وشويه اريال كده. التلاتة دولت يعني دول كفيل ان هم يخلولك الحاجه زي الفل اصلا. بصوا يعني ايه، لما تحطيهم شويه كده يعني 5 دقايق بالظبط، قبل ما تغسلي التلاجة تروحي تشطفيهم، لو حتى ما دعكتهمش هتلاقيهم زي الفل، راحوا زي الفل اهو. انا كده بملى ميه يعني عشان اشطف الباب اللي انا غسلته ده، باب التلاجة اه. احنا كده يعني ايه، انا كده بشطف اهوت ماشي. ويا جماعه قبل ما انسى يعني، يا ريت ما اكونش مثلا الكلمتين اللي انا اتكلمتهم في اول الفيديو دوت مثلا زعلوا حد مني، ده كل واحد له راي، وده رايي في الموضوع. يعني انا رايي في الموضوع ان كل حاجه فيها هزار الا الهزار بالاطفال والناس، ما ينفعش تهزر باللي يتولد واللي ما يتولدش، ما ده ما ينفعش اصلا، ما فيهوش هزار. يعني الواحد يعني كل واحد بيقول الراي اللي هو ايه، اللي هو يعني شايفه ماشي. وانا شايفه ان هو ما فيهوش هزار الموضوع ده. كملوا بقى كده ايه كده خلاص بالنسبه للباب بتاع التلاجة كده. شوفوا اهو يا جماعه، يعني باين اهوت من غير انا ما اتكلم حاجه كده زي الفل. والله يا جماعه انا اصلا مبدئي في المطبخ كل يوم البوتاجاز مع التلاجة لازم يتمسحوا مع بعض كل يوم، عشان لما يبقى ايدك فيها على طول بتتم نضيفة على طول. ما بتحتاجيش بقى ان انت ايه تمسحي فيها يعني او ما تحتاجيش ان انت تسيبيها وتعمليها في يوم يعني. لا، لما تكون ايدك فيها كل يوم على الله تمسحيها بحته قماشه نضيفه كده تبقى نضيفه معاكي على طول. انا هملت فيها ولما حسيت ان انا بجد بص كنت كل ما افتحها ازعل، فقلت لا لازم اجيب كده شويه ميه كده، مش هخسر حاجه، واحط فيهم ميه مسحوق كده، وعندي شويه كلور، واغسل التلاجة بتاعتي اخليها زي الفل زي ما انا متعوده عليها. هعمل برضو فيديو كده للبوتاجاز لوحده، هعمله هخليه زي الفل برضو. هو البوتاجاز بتاعي يعني مش متوسخ جامد، بس انا برضو ايه ناوياله على نية يعني كده لازم اخليه يلمح كده. سمحت كده ان ملح الليمون دوت بينضف البوتاجاز بيخليه زي الفل وعيون البوتاجاز. فقلت ايه اعمل له فيديو واجيب ملح ليمون واعمله كده واشوف يعني اجرب التجربه ديت، ولما تعجبني واحس يعني ان هي عجبتني وكده هعملها على طول. بصوا التلاجة نضفت ازاي. انا كده ايه بغسل الرفف بتاعتها وانا حطيتها اصلا على الحوض، غسلتها وحطيتها على الحوض اهو. بجيب كده بالكوز ده ميه واشطف عشان اجي امسح بقى ايه المسحه الاخيره كده وافركه على التلاجة. بعد ما كانت يعني ما كانتش حلو بصراحه، ما كانتش عجباني التلاجة، كنت ناعيه همها جامد. وعايزه اقول لكم بقى ايه، ريحه البريل مع الاريال يا جماعه، مش الاوكسي ولا البرسيل، لا الاريال ريحته جميله، عامل ريحه حلوه كده في التلاجة، عاطي ريحه حلوه كده. انا مش عارفه ممكن يعمل ريحه في الاكل ولا ايه، بس هو عامل ريحه حلوه كده يعني ايه، عامل ريحه حلوه كده في التلاجة يعني. النظافة حلوة والله بجد يعني. البني ادم مننا لما بينظف كده الدنيا بتبقى نظيفة حواليه، بتحسي كده ان انت مبسوطة وفرحانة كده وسعيدة بالمنظر عندك يعني، تبقى قاعدة كده مبسوطة يعني. انت مش شاغلك حاجة او في حاجة مزهقاكي وكده. تقومي الصبح فايقة كده وتلاقي حاجتك نظيفة وخفيفة، مش حاجة انك انت تبقي تعملي الشغلة وهي تقيلة على قلبك، لا تحسي ان الحاجة ايه خفيفة على قلبك خالص ونظيفة. بص انا بحك كده الاستيكرات اللي كانت على التلاجة اهو، بتطلع بسهولة لان انا بليت اصلا حطيت مية كده على الباب بتاع التلاجة. هطوقها كلها كده
هاخدها كلها كده تطويقه حتى ايه من الجنب برضو هغسلها، واغسل الباب بتاع الفريزر. بس انا بقى في غلطه غلطتها. الغلطه هي اللي انا كنت غسلت الاول الفريزر وبعد كده كنت غسلت التلاجة من تحت. ليه؟ عشان انا لما غسلت التلاجة من تحت وبعد كده غسلت الفريزر، نزل على التلاجة ميه، نزل ميه بعد ما نشفتها. دي كانت الغلطه اللي انا غلطتها. بعد كده ايه يعني مش هعمل. انا طول عمري بصراحة بمسح، بصراحة يعني مش هكدب عليكم، انا بمسح الفريزر على طول لان هو بيبقى نضيف شوية عن التلاجة من تحت. بمسح التلج اللي فيه، ما بغسلوش بصابون ولا بغسل باي حاجة، بمسحه بحتة قماشة نضيفة كده واطلع التلج اللي فيه. النهاردة عشان التلج، اللحمة نزلت على التلج ده دم، فكان لازم اغسلها وكان لازم انضفها خالص واخليها ما فيهاش حاجة. جبت بقى القماشة كده اللي في ايدي دي، نشفتها كده ناشفة، هي اتعصرتها ومسحت كده الباب بتاع التلاجة عشان اشوف بقى هعمل ايه. وهبص كده على الفريزر وايه، افتحه كده وبرده واروقه كده واغسله واخليه زي الفل واطلع منه التلج اللي فيه عشان يبقى حلو وما يبقاش فيه اي حاجة يعني مش نظيفة. اهو الازايز طبعا مكانها نضيف مفيش اي حاجة اهو. الفريزر فيه حاجات كده، فيه لحمة هي وفي فرخة طلعتها في الحلة الصغيرة دي انا مقطعاها يعني، وده عيش. بس كانت الفرخة واللحمة، كانت الفرخة فوق وجنبها كيس عيش، واللحمة نزلتها تحت لما لقيتها نزلت يعني ايه اللي كانت بتنزل دم، فقلت لا تنزل تحت علشان حتى لو نشف الكيس ما ينزلش حاجة يعني. طلعت الحاجات التانية فوق. ماشي اهو بغسلها كده من جوه. هو مش دم ياما يعني، ده نقطتين تلاتة كده بس. طبعا عشان كان في تلج كان لازم افكه كده، ما عرفتش ايديا بجد، كنت حاسه ان ايديا خلاص، رغم ان الجو يا جماعه عندي المطبخ حر بطريقه فظيعه. انا مشغله الشفاط على الشفاط مروحه، مشغله المروحه بتاعت الشفاط، وبصوا كاني مش مشغله حاجه ولا كاني انا مشغله اي حاجه، مش حاسه ان في حتى هوا خالص. الهوا جايب صهد كده. المطبخ بتاعنا حر، يعني حر فظيع. كنت واقفه بصب عرق من كل حته يعني، كنت واقفه حاسه ان انا عايزه اخلص، عايزه انجز عشان اطلع من المطبخ. يعني انا عايزه انجز واخلص شغلي على طول عشان اطلع من المطبخ، وفي نفس الوقت عايزه اطلع وانا منظفه وانا مخليه الدنيا زي الفل. وعايزه اقول لكم انا واقفه في، بصوا انا واقفه في ميه يعني، انا غرقت الدنيا ميه بجد. انا بدخل التلاجة بتاعتي الحمام، انا بحطها في الحمام، بخلي وشها، بخلي ظهرها للحمام ووشها ليا من بره. اغسلها، وعشان عندي بلاعه في الحمام ما عنديش في المطبخ، اغسلها واشطفها كده بالخرطوم اللي في الحمام واخليها زي الفل. ماشي وتتشطف وكله تمام مفيش اي حاجه، اطلعها امسحها واحطها في مكانها ناشفه. لكن انا دلوقتي غرقت الدنيا ميه، وغير كده كمان بعد ما خلصت شديت طبعا التلاجة ونضفت تحتيها، كان تحتيها كده كم ورقة كده، ولقيت معلقة تحتيها، ولقيت غطيان، الغطيان اللي هي بتاعت الازايز بتدخل تحتيها وكده. فنضفت برضو تحتيها ومسحت الحيطة جنبها وكده يعني، عملت شوية شغل برضو حلوين.
هنا بقى ايه بقى طلعت طبعا، خدت من الكيس لحمة، قلت اعمل بقى ايه لقمة كده جنب الشغل ده، عشان لما اخلص اعمل لي كوبايه شاي بقى كده وايه، واقعد كده في الصاله اتفرج على التلفزيون وانا رايقه، ما فيش ورايا حاجه. الكلام ده كنا العصر، واحنا اصلا عندنا العشاء في البلد اللي انا فيها بيبقى المغرب. لازم المغرب تكوني بتتعشي يعني في البلد دي. فانا لما جيت عندهم البلد خدت على سلوهم يعني، فلازم نعمل العشاء وكده. والاكل يبقى يتحط المغرب. فقلت ايه احنا كنا العصر اخلص الاكل بتاعي بالمره. كنت مسحت الارضيه بقى وكده وايه، وسيقت الارضيه كده، ما غسلتها برضو بالسلك، بسلك المواعين. حطيت خفت يعني البلاط يزحلاني وكده، لانه سيراميك والسيراميك مؤذي اصلا. كلنا عارفين، كلنا عندنا سيراميك وكلنا عارفين ان هو مؤذي. الغطا مش بتاع الحل. هجيب صينيه الشاي احطها عليه، ما انا مش لاقيه غطاها بصراحه. فسيقت كده حواليا ونضفت، وغسلت تحت الحوض وغسلت الرخامه، كنت كاتبه عليها كلور. اذاني والله العظيم اليوم ده، اتأذيت بصدري، اتأذيت بجد. بس لما رحت شفت الرخامه لقيتها بتبرق كده، فله كده، فله شمعه منوره، فله كده. ماشي. هنا وريتكم كده الكيس اللوبيا ده، قلت ايه مش هسلق اللحمه ولا كده، لا انا هعمل ايه، هعمل لوبيا. حطيت طبعا اللحمه مع ورقتين لوري وشويه فلفل وكوبايه ميه واحده، تشويحه كده، مش هسلقها لا، تشويحه بس كده بكوبايه الميه دي. تمام، عشان ايه لما احطها في اللوبيا تبقى طيب. انا بطلعها اصلا من التشويحه ديت، يعني تعتبر خلاص يعني. لو انحطت في غلوتين اللوبيا هتبقى تمام. اللوبيا غسلتها وحطيتها في ميه زي ما انتم شايفين كده، نقعتها في ميه، هسيبها شويه زي ربع ساعه، وارجع بعد التسبيكه اما تخلص خالص 10 دقايق كده، اجيبها هلاقيها بقى ايه، بقت حاجه تانية. هتبص تلاقيها طرت شويه، هي مش هتبقى طابت لا، مش هتستوي لا، هي هتبقى طريه شويه. ده اللبن بتاع لولي هحطه جنبي كده، عشان هي جعانه ترضع. فقلت ايه احط اللبن بتاعها جنبي كده على النار. تمام. هنا بقى ايه، اللحمه هي بتتشوح. يلا بينا بقى التلاجة نحط الرفف بتاعتها. طبعا الرف زي ما قلت لكم بتاع التلاجة انكسر، انا ما زعلتش لاني فدا اي حد. طبعا ده الدرج اهو بعد ما غسل. حطيت الدرج، حسيت ان هو مش عارفه في ايه اللي حصل، يعني مش محطوط صح، مع اني انا يعني الدرج معروف مكانه، بس مش عارفه ايه اللي حصل كده، مش محطوط صح. ف يعني قلت ايه احط الدرج كده واميره تبقى تظبطه. بالنسبه للازاز طبعا هعمله عند الراجل عندنا في البلد بيعمل الازاز ده، هعمل لها رف كده، بس مش هيبقى زي بتاعها برضو الاصلي. ده رفين، انا عندي 3 ارفف بس شايله رف، عشان كل ما اجي احط مثلا بيبقى شويه لبن، شويه رز في حله، شويه طبيخ في حله، بحطها بحس كده ان هي مفيش مكان اصلا، فشلت الرف ده. ماشي. هنا الارفف اللي هي بتاعت الليمون والبيض والدواء بتاع لولي وكده اهو بركبهم. اهي يا جماعه التلاجة بصوا زي الفل، الحمد لله نظيفه زي الفل. هنا بقى تعالوا كده ايه نشوح بقى البصل عشان اللوبيا. هنشوح بقى البصله بتاعت اللوبيا كده، وضربت طبعا الطماطم في الخلاط. البصله بتاعت اللوبيا ما بحمرهاش عشان طبعا ما تعملش حرقان كده في صدرنا، لا احنا مش ضاريين ان احنا نحمر البصل جامد، لا ولا انا ولا عيالي يعني، احنا ما بنحمرش البصل جامد، يا دوبك كده يدبل كده احط الطماطم، عشان لما تاكلي كده ويكون بالليل مثلا يبقى الاكل خفيف على معدتك، ما يسهطش كده على المعده اهو. مهيت بتتسبك، واللحمه هيت بعد ما اتشوحت التشويحه الحلوه. اللحمه دي جميله، بصي انت شوفيها كده تقولي فيها دهنه ومش لا دي لحمه وجميله. طعمها يا جماعه كان خطير خطير خطير، عشان فيها حتت سمينه كده وفيها ريشتين كده، انا بحب الريش.
طعمها كان في منتهى الجمال. هنا بقى اللحمه عندي، الطماطم بتتسبك، هحط بقى ايه التوابل ومكعب مرقه الدجاج، وهحط وهزود طبعا بعد ما تتسبك خالص كده، تبقى متسبكه كده وحمرا وجميله كده، احط ايه كوبايه الميه. هنا التوابل بقى الفلفل والبهارات ومرقه الدجاج وورق اللوري. انا بحب اتعامل بالورق اللوري في كل اكل، بيطعم الاكل بيخليه حلو. ماشي. كده ايه حطينا اهوت التوابل بتاعتنا. احط شويه ملح بسيط خالص مش ياما، عشان برضو اللحمه، هي اللحمه تعتبر حلوه. وبرضو انا لما شفتها كده لقيتها حلوه برضو داخله على طياب، بس برضو ما تكتريش ملح، عشان لو في سن طياب لسه هتطيب يعني ايه الملح ما يجلمزهاش معاك. خلاص كده هي عايزه الميه بتاعتها اللي هي هزودها عشان احط اللوبيا اهو كوبايه ميه. ولو عايزت هحط لها، مش ما احطش بقى، ما اعومش بقى اجيب كوز ميه كبير واحط، لا انا بحط كوبايه ميه واحط اللوبيا بتاعتي واحط اللحمه بتاعتي واشوف لو عايزت ميه احط، عشان وكده كده اصلا هتزودي كل شويه، كل ما تنشف هتزودي ميه لحد ما تلاقيها بقت حلوه، ويبقى بألف هنا وشفا. وطبعا هتعملي جنبها شويه رز كده تمام. شويه الرز طبعا مع المخلل وكده، وتاكلي بقى ايه حاجه بقى كده جميله. وممكن تقلي بقى شويه بطاطس جنبها، حاجه كده بقى بصي وهم خيال كده، حاجه طعامه يعني حاجه كده جميله. وعايزه اقول لكم يا جماعه في تشويحه البصل دي انا حطيت حته ليا ومش كبيره، يعني عشان اللحمه كان فيها دهنه. طعمت الاكل بجد، خلته جميل، خلت طعمه جميل خالص. بصوا برضه انا حطيت شويه ميه اهو لما لقيت ان هي محتاجه. تمام. هغطيها بقى، وحطيت طبعا مكعب مرقه دجاج، ومش هكتر في الملح برضو عشان مرقه الدجاج. ادي الاكل يا جماعه. انا مش مصوره بالستاند عشان كده طالع ضلمه شويه، بس هو الاكل بجد كان في منتهى الجمال. اللحمه هي واللوبيا هي جميله خالص وطعمها خطير وريحتها قلب المكان. والرز اهو، بس للاسف الكاميرا مش عاطيله حقه يعني. ومع الف سلامه.